انظروا إلى ما يفعله دانيال دايل مراسل تورونتو ستار في واشنطن. إنه يعد كذبات ترامب كل يوم. القصة هي أن لدينا مرشح يكذب بشكل استراتيجي ومن دون أي هدف، كذبات كبيرة وصغيرة، لكن الأمر الأهم هو أنه يكذب بشكل متكرر. إنه ليس سياسيا يكذب بشكل طبيعي. من هو السياسي الذي يكذب بشكل طبيعي؟ شخص مثل هيلاري كلينتون؟ هذا يعود لحكم الناس، لكن على سبيل المثال في الفترة السابقة خلال المناظرات الرئاسية قالت هيلاري كلينتون 4 ثم 5 ثم 4 أمور خاطئة وفقا لعدي، بينما قال دونالد ترامب 33 ثم 34 ثم 37 أمرا خاطئا. لذلك هناك عدم اتزان كبير بين تكرار عدم الصراحة لدى المرشحين. ليس من واجبي أن أقول أن هيلاري كلينتون شخص صريح وصادق، لكن ما أستطيع قوله بالتأكيد هو أنه ليس هناك مقارنة بين دقتها ودقة منافسها.